توني طالعة من المغفرة، بس قلت ما راح اطلع من الصليبية الا لما اوريكم، باخذ فرة بوريكم شنو شفت يوم دشيت. وايد استغربت. انا اول مرة ادش هني، سامعة بس الصراحة اول مرة ادش. بيوت بدون اسوار، بيوت بدون اسوار، كلها كيربي. يعني انا استغربت. مو وحدات، تكييف قديم بعد، مو وحدات. شوفوا هني، شوفوا المسيد من كيربي. تعالوا المأذنة كيربي ترى. شيء مو طبيعي. ابدا ابدا مو قصدي اجرح الناس الموجوده هني، وعمره ما كان البيت هو قيمه حق الانسان، الانسان هو اللي قيمته اعلى من المكان. يمكن انا مو اول شخص يتكلم عن البيوت الموجوده هني، بس انا بالنسبه لي اول مره ادش واشوف بعيوني. يعني شفت فيديوهات، شفت كل شيء، بس اول مره ادش واشوف. كلش كلش ما تقدرون تقولون ان هذا فريج بالكويت، كلش. قاموا الشياب قبل شنو جنسية، شنو ورقة، لا ماني مطلع. في اللي طلعوا وفي اللي ما طلعوا، وفي اللي يعني لو تسمعون القصص، فلو تسمعون القصص يعني مثلا في واحد يقول يعني عمي يا اخذ ابوي بالغصب وطلع له المستندات بالغصب، فعادي عمهم كويتي وابوهم بدون، لانه ما رضى يروح يطلع الجنسية. شنو هذه ورقة ما راح اطلعها. تخيلوا الاستهتار اللي كان فيهم. فهذه الفئة من الكويتيين اللي اجدادهم استهتروا ما طلعوا الورقة، الحين الاحفاد قاعد ياكلونها انهم بدون، ما عندهم جنسية، مظلومين. هذا اللي صار. وناسة شايب جيل كامل الحين ماكل هوا. الله يعين. قاموا الاشخاص يقولون لي قصص. في واحد قاعد يقول تخيل ان يدي كان الشرطي اللي صف الناس عشان ياخذون الجنسية وهو ما اخذ. في واحد تو قاعد يقول لي ان سالفة الشخص اللي يصف الاوادم دور عشان ياخذون الجنسية وما اخذ الجنسية معروفة، وفي شخص كان يختم الجنسية وهم ما اخذ.